تنظيف المبيدات قتلت سيدة وسممت 5. ما فينا نلزم هي المبيدات ولا الشكاية. واللي صار إهمال أو فساد هذا اللي رح نعرفه بزوم على لبنان. السبت 20 يوليو نادين خشاب معلمة لبنانية من مدينة صور استعانت بشركة للتخلص من الحشرات، وبعد ما وصلوا طلبوا منها إخلاء المنزل ل3 ساعات للوقاية من سموم المبيدات، لكن بعد ما رجعت انصابت بضيق نفس، وبعد ساعات أسعفوها للمستشفى ومع تسمم حاد دخلت العناية المشددة لتفارق الحياة من بعدها. ورغم أنه هالسيدة ما كانت تعاني من أي أمراض مزمنة، لكن مقتل قطتها، تسمم عاملة المنزل، ودخول 4 من جيرانها المستشفى بنفس الوقت رجح نظرية المبيدات الفاسدة. ولهيك شركة التنظيف متهمة بتحقيقات بتديرها وزارة الصحة. نحن نعمل عمل لحتى تبين النتائج، واخيرا حتى اللي صار ما يتكرر معك. ضروري تطلب من شركات التنظيف افادات مصدقه للمواد المستخدمه اللي بتثبت سلامه استعمالها. وانتم شو بتعرفوا طرق للوقايه من خطر المبيدات؟ خبرونا وشاركونا قصه.